السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. دي القناة بتاعتنا، ما دخلتش قناة غلط. جو حر، ده نخش على الصيف ووشي بدأ يعرق، وانا مبحبش حاجة تبقى مزولاني وكده يعني. كلكم ولاد كلكم حماسيين. اشمعنى انا مش محمس؟ سيبك من ده كله وخلينا في اللي هنتكلم عليه النهارده هكلمك عن الشخصيات المنفوخة او الشخصيات اللي عندها ايجو بالكذب. الشخصية اللي هو بتلاقيه غالبا بيتنك على خلق الله كلها وعنده كبر يعدي السما، وبيعامل الناس كلها بطريقة وحشة وشايف نفسه ان هو فوق، وهو ممكن يكون اقل حد في الدنيا كلها. انت فاهم؟ الشخصية دي غالبا هتلاقيها منتشرة سواء معاك في المدرسة او في الكلية، معاك في الشارع جيرانك، سواء في قرايبك سواء في صحابك. هتلاقي الشخصية دي منتشرة قوي، وغالبا الشخصيات دي بتبقى مهمشة او عندها نقص في حتة معينة، ميزة اضافية عندهم او حاجة اللي هي ممكن تبقى طبيعية جدا، بس هو شايف نفسه اكسترا في الحاجة دي، فبيتحول ان هو بيبقى منفوخ على الفاضي. بيبقى حرفيا زي الميم اللي هو القطة لما تبص في المراية وتشوف نفسها اسد. هو حرفيا بيبقى هو الميم ده، بيبقى فاكر نفسه حرفيا محور الكون وهو ولا حاجة يعني. لو بصيت لملخص حياته كده هتلاقيه انسان نكرة، يعني انسان ملوش 60 لازمة، ما عملش اي حاجة في حياته. هو حرفيا اتولد من بطن امه، نزل كل وشرب وشخ بس، حتى الدراسة حتى ممكن ما يبقاش ناجح فيها. الشخصيات دي عشان تعرف السيكولوجية بتاعت دماغها ماشية ازاي، لازم تشوف شريط حياتها ماشي ازاي، ولازم تشوف الناس اللي حواليها عاملة ازاي. غالبا هتلاقيه شاب عنده 13 14 سنة، حلو، لسه بالغ بقالوش يومين، واتعرف على واحدة بنت راحت جبرت خاطره بكلمتين، فاهم؟ فراح شاف نفسه علينا بقى، انت انا بقى جامد، انا مفيش مني، انتوا كلكم ولاد وسخة. انت فاهم ازاي؟ فهو ده بيبقى ايه، بيبقى تفكيره جوه دماغه وشايف ان هو احسن حد في الكون. يعني مجرد ما هي قالت له انت قمر او حلو، هو شايف دلوقتي ان هو اي بنت شايفاها بنفس المنظر اللي هي قالته، وهي ممكن تكون بتكبر بخاطره اصلا. انت فاهم ازاي؟ بس ما علينا من دلوقتي، خلينا نتكلم عن الشخصيات اللي بتبقى زي كده بقى بتيجي ازاي. كذلك برضو ممكن تلاقي حد في الشغل معاك مثلا، هو مش متوسط في الشغل، هو ما جاش اصلا، هو خرا، هو لسه جديد، بس لمجرد ان صاحب الشغل قريبه او خاله او ايا كان ايه هو، ومديله منصب معين اللي هو حسابات او بيدير حاجه معينه، فهو شايف نفسه مدير. انت فاهم؟ هو شايف نفسه دلوقتي ان هو انسان كافح وتعب ووصل لنجاح انت موصلتلوش، فهو شايف نفسه دلوقتي عليك مدير. فالشخصيات دي برضو من الشخصيات المنفوخه على الفاضي. دلوقتي ايه اللي هيحصل لك؟ ولا اي حاجه يعني لو عملت برزنتيشن وحش مثلا مفيش اي حاجه هتحصل لك غير بس انك يعني ممكن تترفد من شغلك وتعيش وحيد وصاحبتك تسيبك علشان ما بقتش معاك فلوس وتموت لوحدك في شقه في فصل. من الشخصيات برضو اللي زي كده الناس اللي بتلاقيها داخله الجيم، مجرد ما بيخشوا هم بيمسكوا التليفون ويصوروا في المرايات. هم بيجوش الجيم علشان يلعبوا او يتمرنوا او بيحافظوا على صحتهم ولا اي ابن وسخه من ده. هو بيجي الجيم جاست عشان يصور، هو جاي يصور. ولو بصيت للي جاي بيصور ده، لا اما هتلاقيه قد كده لا اما هتلاقيه قد كده. انت فاهم ازاي؟ لا اما هتلاقي جسمه طبيعي بس هو اصلا ما بيلعبش، يعني هو جسمه مخلوق كده. انت فاهم؟ يعني هو ما بذلش مجهود ان هو جسمه يبقى كده، هو جسمه عادي مظبوط خلقة ربنا. انت فاهم ازاي؟ كيس منفوخ على الفاضي. يعني انت لو دبوس فرقع. انت فاهم ازاي؟ لو جيت قلت له في وش انت بقالك قد ايه تتمرن، هيقول لك انا بتمرن شهرين. طيب شهرين وجاي تتصور دلوقتي؟ انا مش بقول مثلا ان انت ما تتصورش، يا عم خد راحتك، بس ما تبقاش اوفر، ما تبقاش كمان اللي هو ما عندكش دم. يعني انا في مره كنت بتمرن جايب اخري، انا دراعي مفشوخ، وبدوس على نفسي عشان اجيب العده الاخيره، والاقي لك عيل قد كده، عيل بتخ، يا ريت ده حتى ده، فاهم؟ وجاي لي بدمبل 5 كيلو، حلو، وجاي قدامي ويقول لصاحبه صورني ويلعب بالدمبل قدامي. يا عم ربنا يصلح حالك. فانا قلت ايه، اجتنب برضو المشاكل واقول ده عيل صغير كبر دماغك. قلت جيت على ايه، على جنب، حلو، على ايه، قام جاي ورايا بالدمبل 5 كيلو، صور يا اسطى، صور يا اسطى. انت ايه يا اسطى، انت جايب الثقه دي منين؟ انا عايز افهم يعني مين اللي باعها لك، انت بتشتريها الحاجات دي منين يعني؟ ولا هي جايه لك كده رباني ولا؟ بس الاكيد هيزعلك. صاحبين يا روح امك ولا ايه؟ كنت مستنيك. الشيطان اللي وزك عليا سواح. ما تخلص يالا. عليا الحرام وشقك نصين بالطول لو حكى. بس غالبا انا ما بقولهمش الناس دي برضو، علشان كل واحد فينا جات له الحته دي في وقت من الاوقات، ان هو نجح في حاجه معينه فخدته العزه او خدته الغرور ده لوقت معين، وحس نفسه ان هو محور الكون، ان هو من غيره محدش هيعرف يعيش. انت فاهم ازاي؟
الحاجات اللي بتحط فيها بحس نفسي الشعور ده بصراحة، عشان ما اكدبش عليك اصلا انا انسان برضه. يعني لما مثلا بجيب درجة كويسة في الدراسة، او ان انا اجيب رقم كويس على الفيديوهات اللي انا بعملها، او ان انا الاقي نفسي شلت وزن جديد في الجيم، يعني وزن انا كنت شلته قبل كده، او ان انا الاقي نفسي اليوميه بتاعتي في الشغل زادت نسبه معينه، او ان انا الكورس اللي انا شغال عليه لقيتها بدات اتعلم اكتر. بس بعدين باجي بركز مع نفسي وابص في المرايه، اقول شيل بقى النغبشه دي وشيل الضباب ده. انت ايه؟ يعني انت مين؟ انت حققت ايه؟ عملت نجاح ده؟ طب والنجاح ده؟ النجاح ده عملت 100 نجاح يا عم، النجاح ده فاد البشريه بايه؟ فادش اي ابن متنجح، يعني زي الخرا. انت بالنجاح بتاعك لو مت الدنيا مش هيحصل لها اي حاجه، ولا هتتاثر باي حاجه. فببص لنفسي كده، ما دام انا ما قصرتش في حد، ما انا النجاح بتاعي ده ما اثرش في حد او ما حدش استفاد بيه، بعرف ان ده غرور على الفاضي. وده بيخليني لما اعمل نجاح بجد اللي هو ممكن ياثر في حد او حد يستفاد بيه، انا بحس نفسي اللي هو ما بفكرش اصلا بغرور. يعني الموضوع بيتقلب معايا عكس. وفي ناس كتير برضو بتفكر بالعقليه دي، وانا بحترم اي حد بيفكر بالعقليه دي، لان انت بتربي نفسك. انت عارف، انت فاهم، انت بتجيب نفسك كده زي العيال الصغير وبتقعدها في كورنر، بتقول لها ايه انت يا بنت الوسخ مالك بقى؟ مالك شايفه نفسك على الناس ليه؟ ايه الحلو اللي انت بتعمليه؟ والله انا عملت 1 2 3. طب تمام، ال1 2 3 ده فاد مين؟ اما تيجي تزنق نفسك كده وتلاقي اللي هو ايه، مفيش رد على الاسئله اللي انت بتقولها، فانت بتبدا بقى تعاقب نفسك، اللي هو مش تجلد ذاتك تقعد تأنبها وخلاص، لا، اللي هو هدي نفسك شويه يا حبيب قلبي، الدنيا مش هتقف عليك، والله في 100 غيرك، احنا شعب 132 مليون وانا مش عارف وصلنا لكام دلوقتي، فكتير منك يا اسطى، يعني كتير قوي احسن منك، اقوى منك، اذكى منك. عايز اقول لك اي صفه حلوه انت شايفها فيك هي مغطيه عليك وفي احسن منك. الفكره دلوقتي انك مش انت تسابقها، الفكره انك تشتغل على نفسك، بس ما توصلش ان انت شغال على نفسك وبتنجح وبتاع، فياخدك النجاح في حته الغرور، او شايف نفسك بطريقه معينه، او متخيل نفسك بهيئه معينه، وكل ده هوا. يعني يا جماعه انا بكلمكم عن حاجات بتدور جوايا، وعارف ان هي بتدور عند ناس كتير قوي وناس كتير بتفكر فيها، فانا حابب اتكلم عن ده، لان انك تعالج ده بدري بدري احسن ما يتطور معاك ويطلع بعقد نفسيه. صدقني لو انت شخص ناجح والغرور بدأ يظهر عندك، النجاح بتاعك هينزل تحت، مش هتنجح. ليه؟ هتبقى متكبر اصلا تسمع معلومه جديده، مش هيبقى فيك روح الاكتشاف اللي زي زمان، روح الانسان الغبي عنده تضحيه وعنده ان هو ممكن يعمل اي حاجه في سبيل ان هو يفهم ده. لكن انت لما توصل لسنة الغرور انت هتكتفي باللي عندك بشكل ما، وهتقول انا يا عم ده انا عملت، يا عم ده مين ده اللي يقول لي اصلا؟ فاهم؟ هتوصل للحته دي فهتوصل للفشل. فصدقني لو عالجتها بدري يعني هيبقى احسن. من الحاجات برضو اللي بشوفها نفخة على الفاضي، ان التخيلات اللي جوه الدماغ، انك انت بتبقى ماشي في الشارع بتبقى متخيل نفسك بشكل معين، او متخيل نفسك بهيئة معينة، فاكر الناس كلها شايفاك بالشكل ده. بس للاسف انت لما بتيجي تبص في مراية بجد بقى، انت مثلا جاي من مشوار تعبان وجيت كده قدام المراية من غير ما تغسل وشك، هتشوف نفسك على الحقيقة، هتشوف نفسك، مش بقول كشكلا كوش وكده، انا بكلمك كهيئة بقى ككله، كتصورات في دماغك، انا شكلي عامل كده وما اعرفش ايه، وبتيجي في الاخر بتصدم، بتلاقي نفسك عبيط قوي، بتلاقي وشك عرقانيك، بتلاقي شكلك اهبل، بتلاقي شعرك نازل ملحوس على وشك، لا اما مصعوط لورا زي ما عندي كده دلوقتي، فاهم؟ بلاش تتخيل برضو الناس شايفاك ازاي وتخش في التفكير المتخلف ده، لان مش كل الناس بتفكر كده، بس انا عارف ان في ناس بتفكر كده. وبرضو نفس الموضوع ده زي ما قلت لكم في الجيم، وموضوع انك انت تصور كتير، ده بيبقى شايف نفسه بشيب معين، انا ارنولدو، انا روني كولمان، هو حرفيا بيبقى كولدير، ما بيبقاش ولا اي ابن وسخ، بيبقى شكله كده بوصه، ما بيبقاش باين اصلا. يعني انت فاهم ازاي؟ يا اما تخين نيك، يعني هو ما عندوش بنجات، هو عنده، فاهم، عنده بزاز. نصيحه، ركز على عيوبك اكتر من مميزاتك. مميزاتك استغلها في طريق نجاحك، لكن عيوبك ركز عليها، لان انت لو ما عرفتش ان فيك عيوب وما اعترفتش بده، صدقني هتفضل مكمله معاك. شفت انت المثال اللي بيقول لك اللي فيه حاجه ما بتتغيرش، او اللي فيه ده ما بيبطلوش؟ فعلا المثال ده لصنف معين مش لكل البشر، اللي هم بيبقوا النسخه اللي انا بقولها لك دي المنفوخه على الفاضي، اللي هو بيبقى شايف نفسه ناجح في حته معينه استنادا بقى لاي حاجه. يعني غالبا بيبقى الشخصيات دي ممكن تلاقيه واحد عويل ما عملش اي حاجه في دنيته، يمكن ما نزلش شغل حتى،
يبقى سنه 30 ولا 25 سنه وما نزلش شغل، بس مجرد ان ابوه راجل مقتدر ومعاه فلوس وجايب له عربيه، فهو شايف نفسه ان هو الانسان الالفا وهو انسان خرا. يعني هو مش شايف اصلا. يعني انت لو شلت اصلا فلوسه دي والعربيه وابوه وكل الحاجات اللي هو ملوش اصلا دخل بيها، انت هتلاقيه انسان عريان بلبوس كده في الهوا، ما فيش حاجه تستره. انت فاهم؟ بلاش تاخد المميزات مع ناس حواليك على اساس ان هي حاجه فيك او حاجه انك انت عملتها. صدقني كل ده بيبقى عبط، كل ده بتفهمه في الاخر، بس هتفهمه امتى؟ الفكره في الوقت. ان انت لو فهمته متاخر يبقى انت وصلت متاخر، لو فهمته بدري يبقى انت وصلت بدري. الموضوع بسيط فشخ يعني، مش محتاج حاجه. فاهم؟ صدقني انك تفهمه دلوقتي ايا كان سنك 13 14 15، بلاش يوصل بيك اي نجاح توصلك انك انت تبقى مغرور او ان انت تبقى شايف نفسك محور الكون، او تبص في المرايه تحس نفسك ان انت اوسم حد في الدنيا وانت مش وسيم يا اسطى. الفيديو ده قبل ما اكون بوجهه لكم بوجهه لنفسي، لان انا من الناس دي. انا طبعا مش بجيب لكم عقده نفسيه ومش بجيب لنفسي عقده نفسيه. انت حلو، انت كويس، انت جامد جدا، بس الفكره ان في منك كتير، فما تفتكرش ان متوقفه عليك انت. لو انت مثلا زي ايلون ماسك تمام ممكن تبقى متوقفه عليك، لو زي ستيف جوبز ماشي متوقفه عليك، لكن انت لسه ما عملتش ده، ما وصلتش لهناك. فاصبر كده على نفسك شويه لحد ما توصل هناك، وبعدين ايه؟ وبعدين ابقى شوف نفسك براحتك. يعني مش هقولك حاجه مع ان برضو غلط، بس صدقني انت لو مشيت على المنوال ده اصلا لحد ما توصل، انت هيبقى الموضوع ده مات عندك. انت لو وصل لك $1,000,000 في حسابك النهارده في ثانيه واحده، انت مش هيوصل لك سنه الغرور. وارد برضو ان يحصل لك غرور في اوقات معينه، بس المهم ما تكونش دي شخصيتك، ما تكونش ده طبعك، ما تكونش ده تعاملك مع الناس. بس طبعا زي ما بقول لكم، ركز في دراستك وركز في حياتك، ركز في شغلك، اعمل فلوس، فكك من كل المؤثرات الخارجيه. اي حاجه من بره مش هحدد لك حاجه معينه، اي حاجه تليك عن حياتك. طالما انت انسان عريان بلبوس في الدنيا دي مفيش حاجه تسندك، يبقى اسعى، لان مفيش حاجه هتسندك. صدقني حتى لو في سبب او حاجه معينه انت مستند عليها دلوقتي، هي هتروح ومش هتعرف تعمل حاجه بعدين، هتبقى واقف عاجز. فالحق نفسك دلوقتي وانت في قوتك، احسن ما تبقى عاجز بعدين وما تعرفش تعمل حاجه. ممكن تعمل بس هتبذل ضعف المجهود اللي هتبذله دلوقتي، فليه ما تبذله من دلوقتي احسن يا اسطى؟ اسمع الكلام وان شاء الله ربنا يوفقك ويا رب تنجحوا. وده كان فيديو في السريع حبيت اتكلم فيه عن النفخه الكدابه وبس كده. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وان شاء الله عايزين نوصل 500 مشترك على نهايه الاسبوع ده او كمان اسبوع، براحتكم يعني. بص الاسبوع ده الاسبوع الجاي، يعني انا عارف اصلا ان هي هتعدي اسبوعين 3 شهر شهرين وهنعدي على 2025 دي ومش هنوصل ال 500 مشترك، بس مش مشكله، مش مشكله. اديني معاكم وانا وانتوا الزمن طويل، وان شاء الله هنوصل بدل 500 5 مليون. بس محتاج شويه صبر، شويه عزيمه، ومحتاجه شويه لايكات وشير وسبسكرايب وكومنتات. متنسوناش بقى في دعواتكم بالليل وانت نايم او وانت صاحي، ادعي زي ما انت عايز، المهم تدعي لي بالخير، ما تدعيش عليا. وبس كده، السلام عليكم. هنا قبش زرار بالسلطة، لو هتعادي تخش في ورطة، هتاخد لك سكينة عالشلتة وتصوت وتقول ضربوني وتيجي تكبر وتتسخن دايما يا ابني مدامكم هتاكلوا دم على فيهم قدار.